الوداد المغربي وبعد أن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات سيكون على موعد مع التاريخ كأول فريق يتوج بهذه البطولة المستحدثة التي تضم نخبة الفرق في إفريقيا. منير آية صالح، أهلا بك معنا. ما هي أفضل طريقة أو كيف يجب أن يتعامل الوداد مع فارق الهدف الذي يتقدم به على ميلودي؟ أول شيء إن قبل ما نتكلموا على الطريقة اللي حيتعامل بها الوداد مع المباراة، نعطي واحد لمحة على المباراة، لأن المباراة حتكون صعبة لا للوداد ولا للصن داونز. ليش؟ لأن أساسا الفرق الاثنين متقاربين في المستوى، عندهم أجود لعيبة الموجودين تقريبا في إفريقيا، فرق محملة بتجارب كبيرة، فرق اللي عندها طموحات كبيره على اساس انها تبصم على بصمه في هذه البطوله اللي كنعتبرها انايا الفوز بها بغض النظر عن الجانب المالي فهو رمزي لان حتفوز باول بطوله. هذه اشياء حتجعل المدربين انهم يركزوا بشكل كبير على جزئيات المباراه، لان الفريق اللي حيكون بتركيز عالي، باستعداد بدني عالي، بأقل أخطاء، هو الفريق اللي ممكن أنه يسير المباراة بإيجابية. فبالنسبة للوداد رغم غياب أحد مفاتيح أنا كنعتبره المفتاح الأساسي يحيى جبران لطريقة نظام لاعب الوداد، فكنظن أن الوداد ما حيكونش على استعصاء. ليش؟ لان حتى بالنسبه للعيبه اللي حيعوضوا جبران موجودين. يعني ناخذين على سبيل المثال ممكن يكون سرغات ممكن انه يقوم بالدور بطريقه ايجابيه. كيبقى واحد الجانب اللي ما يقدرش يعوضوا سرغات، وهو الجانب الذهني والجانب التحفيزي، لان لما كيغيب قائد، لان جبران مش غير لاعب ولكن هو قائد كتيبه تاع الوداد، فحيكون هناك بعض الاشياء اللي ممكن انها كنظن ان عادل الرمزي حيضبطها، لان في غياب جبران، لان جبران في المنظومه. قيل ان عادل الرمزي قد لا يلجا الى تبديل لاعب بلاعب، وانما قد يلجا الى اعتماد 5 لاعبين في منطقه الوسط، وقد يقوم باشراك لاعبين لم يبدا بهم من قبل. ممكن هذا؟ ممكن، ولكن كتبقى تغيير منظومه في مباراه حساسه صعب، لان مخاطره كبيره. انا بالنسبه لي اقل اضرار تبقى بنفس المنظومه 4-1 وتغيير لاعب. من الاحسن انك تغير لاعب، وممكن انك تعطيه بعض التعليمات لبعض اللعيبه اللي يكونوا يساعدوا، لان دور تاع جبران هو دور اساسي، دور تاع استخراج الكره، لان جبران هو اللاعب اللي كيقدر انه يذهب يخرج الكره من وراء ويسلمها الى الخط الامامي. فبالنسبه لي انا كنظن حتى سرغات احنا لو شفنا سرغات العدد تاع الدقائق اللي لعب مع الوداد في جميع المسابقات تقريبا شي 183 تقريبا دقيقه. فسرغات ما لعبش كثير مع الوداد، ولكن كنظن انه هذه فرصه اللي يظهر، فرصه اللي يبرز، لان اي لاعب جا الوداد يلزم يكون لاعب مستوى عالي، لاعب اللي يقدر انه يعوض اللاعبين الاساسيين، لاعب اللي يلزم يكون عنده كاريزما وقوه في هذه المباريات الحاسمه. فكنظن ان دخول سرغات ما حيأثرش بشكل كبير على المنظومه تاع فريق الوداد. طيب، اتحول الى الرباط. ينضم الينا من هناك كما قلنا مهدي فودي مراسل قنوات بين سبورتس. مهدي، مساء الخير، اهلا بك معنا. كم تبدو جماهير الوداد مؤمنه بقدره فريقها على العوده متوجا باللقب؟ مساء الخير جهاد. الجماهير متفائلة هنا، الجماهير متفائلة والمعنويات مرتفعة. صحيح أن أفضلية الذهاب غير مطمئنة، لكن دفعة معنوية، أفضلية الذهاب تشكل دفعة معنوية للوداد، وفريق سان داونز مطالب بقلب الطاولة. سيكون كل الضغط على فريق ميلودي سان داونز. صحيح المباراة ستكون صعبة بالنسبة لعادل الرمزي، خاصة أن الفريق سيفتقد للقائد يحيى جبران، ومن دون شك ركيزة أساسية في الفريق
المنطق يقول أن المعوض سيكون اللاعب أنس السرغات، يعود له الفضل في الفوز بمباراة الذهاب، وكان بالفعل ورقة رابحة بتسجيل الهدف الثاني، هدف الفوز. من الممكن أن نشاهد كذلك أسامة محروس، رغم أن اللاعب يفتقر للتنافسية الكافية، شارك فقط بديلا في مباراة الإياب أمام إنيمبا. من الممكن أن نشاهد كذلك مفاجأة من عادل رمزي بإشراك محروس والسرغات معا لضمان توازن دفاعي في متوسط الميدان، خاصة وأن ماميلودي سان داونز سينزل بكل ثقله من أجل البحث عن تسجيل هدف. نتيجة الفوز بهدف وحيد يؤمن لماميلودي سان داونز التتويج باللقب، والوداد كذلك سيسعى لمباغتة الخصم تسجيل هدف واحد من طرف الوداد سيلزم ويرغم فريق سان داونز على إصابة شباك 3 مرات، يعني تسجيل 3 أهداف كاملة من أجل قلب الطاولة والتتويج باللقب. سنرى كيف سيخوض عادل رمزي اللقاء وكيف سيسير مجريات اللقاء، وبالأساس كيف يدخل اللقاء بالتشكيلة المناسبة. نتمنى أن يجد التوليفة المناسبة، والمنطق يقول أن أنس السرغات سيعوض يحيى جبران في وسط الميدان. طيب منير، ما الذي يمكن أن يقلب حسابات المدرب عادل رمزي غدا، أو ما الذي يجب أن يخشاه؟ يخشى من فريقه مش من فريق سان داونز، لأن أنا كنشوف بأن الوداد عنده جميع مقومات أنه يعني يحقق نتيجة ممتازة داخل يعني في بريطوريا. ليش؟ لأن لما كنشوفوا كرونولوجية اللقاءات ما بين الوداد وسان داونز، تقريبا لعبوا 13 مباراة. سان داونز أفضلية للوداد. سان داونز فاز ب3 مباريات، فالوداد كيعرف كيفاش يدبر مباريات مع سان داونز، لأن حتى أن سان داونز ولات الوداد بالنسبة لسان داونز عقدة. فكنظن ان الوداد لو استغلوا هذه الاشياء، يعني استغلوا هذا الشيء، لان حيكون ضغط كما قال فودي، ان الضغط حيكون على سان داونز، لان سان داونز مطالب انه يسجل جول. هنا كيظهر لما الفريق حيصعد فحتكون مساحات، لان لما كنشوفوا في مباراه الذهاب شفنا ان هناك بعض النواقص عند سان داونز، خصوصا حراسه المرمى والجهه اليسرى اللي فيها بوطويل، لان الصراع اللي كان ما بين بوطويل والحتيمي كان الحتيمي متفوق عليه بشكل واضح. لكن ظروف مباراة الإياب مختلفة عن ظروف مباراة الذهاب، يعني عدا عن أنها تلعب خارج ميدان ماميلودي، لم يكن مطالبا بتحقيق هدف بقدر ما هو مطالب اليوم في مباراة الإياب بتحقيق الهدف. إذن حيكون عليه ضغط أكثر بالنسبة لسان داونز، لأن ممكن لكن لما طريقة اللعب قد تختلف، يعني لأن ليس بالضرورة أن يتم اعتماد. هو سان داونز في المباريات بتاعه لعب ب3-4-3 ولعب 4-3-3، هذه اللي كيلعب بها دائما. والأغلبية يعني لما كنشوفوا عدد المباريات اللي لعب بها بطريقة 3-4-3 كانت أكثر من 4-3-3. فبالنسبه لي انا سان داونز ممكن انه ما يغيرش، يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها في لان هي اساسا هي التنشيط بتاعها هو تنشيط هجومي. 3-4-3 هي يعني طريقه اللي كتعطيك افضليه في وسط الميدان وافضليه على مستوى يعني الهجوم. هنا كنشوف بان المدرب موكينا ممكن انه في ظل البحث على الهدف ممكن يخلي مساحات، وهذا ما يتطلب على عادل رمزي استغلال هذه المساحات بالتحولات السريعه على اساس انه يوصل المرمى في اسرع وقت ويحاول انه يسجل، لان لو سجل الهدف كنظن ان 90% ان المباراه راحت للوداد والدوري راح للوداد. طيب مهدي، ما هي التحضيرات التي قامت بها جماهير الوداد من اجل هذا النهائي؟ وهل من جماهير غادرت الى جنوب افريقيا تخصيص طائرات مثلا كما يحدث في مثل هذه المناسبات؟ طبعا جهاد، الجماهير ستلبي النداء كما فعلت دائما اينما حل وارتحل الفريق تحضر معه كذلك الجماهير. صحيح التنقل لن يكون باعداد كبيره، لكن الاعداد الكبيره ستحضر في الدار البيضاء الغد. سيكون هنالك طبعا تجمعات من مختلف اطياف مشجعي الوداد، وتامل طبعا هذه الجماهير ان يعود الفريق باللقب، ان يحقق المبتغى في بريتوريا. الفريق لطالما كان حاسما في مواجهات
امام فريق ميلودي سان داونز، خاصه في الادوار الاقصائيه وادوار خروج المغلوب. الافضليه للوداد والجماهير طبعا تمني النفس في تحقيق المبتغى، كلها تثق في المدرب عادل رمزي وفي المجموعه في تحقيق الانتصار والعوده باللقب. الدار البيضاء غدا ستشهد تجمعا كبيرا في مختلف مقاهي المدينه، والجماهير ستشجع طبعا، ستكون حاضره من اجل تشجيع فريقها. طيب منير، كم يتوجب تجنب تكرار سيناريو مباراة الترجي بالنسبة للوداد؟ بالنسبة للوداد أنا نقول لك بالنسبة لمفتاح النجاح، أول شيء مفتاح النجاح تاع فريق الوداد وهو دخول اللعيبة في تركيز عالي، لأن الخطأ ممنوع. حيكونوا أخطاء، ولكن كل ما قلت الأخطاء كل ما نقربوا نحو الهدف، لأن هذه مباراة اللي خصها تدبر بطريقة ذكية، لأنها حتكون على طريقة الشطرنج، لأن فريقين كما قلت في الأول متقاربين في المستوى حتى في الأسلوب، لأن الأسلوب لما كنشوف أسلوب سان داونز أسلوب الاستحواذ واللعب في العمق، والوداد أسلوب الاستحواذ واللعب على الأطراف، نفس شاكلة اللعب، نفس طريقة اللعب، نفس حتى مستوى يعني اللعيبة اللي كيلعبوا اللي كيشكلوا المجموعتين الاثنين. فالمدرب اللي حيكون مركز، والمدرب اللي حيحسن الاختيار تاع منظومة لعب والتنشيط تاعها بالشكل صح، هو الفريق اللي حيفوز بهذا الكاس. كنشوف ان الوداد خلال هذا تقريبا خلال هذا نقولوا حنايا المسار الافريقي، كل مره الوداد كتزيد ستيب على المستوى تاعها، كل مره كتكون احسن، كل ما تقدمت في البطوله كل ما كتكون احسن. فهذا بالنسبه لي كنشوفوا عامل محفز، وحتى عامل كيعطيك اشارات على اساس ان الوداد ممكن يكون ان شاء الله غدا في الطوب بتاعه. والوداد عارف كيف كيدبر النهائيات، لانه لعب نهائيات كثيره، وحتى بالنسبه له المباريات اللي كانت مباشره اللي كانت مباشره مع سان داونز اللي هي كنسموها مباريات مباشره او خروج المغلوب، كانت الغلبه للوداد. في 2017 كانت الغلبه للوداد في ربع النهائي، 2019 كانت الغلبه للوداد في نصف النهائي، في النصف النهائي 2022 في 23 كانت الغلبه للوداد. دائما الوداد كيعرف يدبر المباريات الحاسمه مع فريق سان داونز، وهنا كيظهر الحنكه تاع تاريخ الوداد، لاننا لما كنتكلموا على الوداد كنتكلموا على تاريخ بطولات افريقيه، لعب مباريات كثيره، لعب نهائيات، لعب كثير اشياء. فهذه الاشياء حتكون غدا حتكون بالنسبه لي كزاد بالنسبه للعيبه، وحتى بالنسبه للمدرب اللي يلزم يكون هادئ ويعرف كيف يدبر المباراه، لان سان داونز من المفروض عليه انها تصعد على انها تسجل جول. سيبحث عن هدف مبكر، حيبحث عن الهدف مبكر. حتى انا بالنسبه للجماهير، لان الكثير كيقول لك والوداد حتلعب تحت الضغط الجماهيري والمباراه بالمجان. جمهور تاع سان داونز لا يشكل ضغط على الفرق، جمهور كيستمتع كيجي يتفرج، مش جمهور وداد جمهور صعب انه كيضغط على المنافس باشكال كثيره. بالنسبه مفاتيح نجاح الفريق والوداد هو جمهور. نعم، ولكن في سان داونز لا، سان داونز الى درجه ان حتى كتكون المباراه بدات عاد الجماهير تدخل، ما كاينش داك الضغط اللي ممكن يسويوه على الوداد. فكنظن ان الوداد انا بالنسبه لي كنعطيها تقريبا واحد النسبه كبيره انها ان شاء الله تجيب لنا اللقب. طيب مهدي، اعتقد ان الوداد غادر مبكرا الى جنوب افريقيا، لماذا اعتمد السفر المبكر بعكس تنقلاته السابقه الى الدول الافريقيه؟ اولا جهاد لمسافه السفر ولمده السفر 14 ساعه من السفر، الوداد فضل شد الرحال الى جنوب افريقيا مبكرا من اجل التحضير والاستعداد بافضل طريقه ممكنه، ومن اجل تحضير خاصه اللاعبين امثال منتصر الحتيمي كان مصابا في مباراه الذهاب وتم تجهيزه من اجل مباراه الاياب، كذلك الشرق البحري، العناصر حاضرة المجموعة بصفوف مكتملة. وطبعا السفر
قبل 3 أيام هو سيعطي دفعة معنوية من أجل التحضير في ظروف مناسبة والتأقلم مع أجواء خاصة في جنوب إفريقيا. طيب منير، علينا أن نشيد بالعمل الكبير الذي قام ويقوم به عادل رمزي حتى الآن. عندما تم تعيين هذا المدرب، هل كنت تتوقع ما وصل إليه اليوم؟ لن أتحدث عن البطولة العربية يعني والنتائج اللي شهدتها، لا أحد ربما كان يتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه الآن. ما هي كفاءة المدرب كتظهر في تاريخ تاع التدريب تاعو، لأن المسار التدريبي تاع عادل رمزي يعني مش هو المدرب اللي يعني لا يمتلك التاريخ الكبير لا، ولكن على الأقل كيمتلك التجربة وكيمتلك يعني الدبلومات اللي تساعده أنه يعني يكون من المدربين. لأن لو عايز تطور مدربين بتاعك لازم تعطيهم فرصه. كيف حتطور المدرب الوطني وانت ما عايش مش عايز تعطيه فرصه؟ فبالنسبه لعادل رمزي جاته فرصه، انقضى عليها بطريقه ذكيه، حتى لكن العمل بتاعه. الوداد لا يعتمد على جلب مدربين من اجل تدريبهم وتطويرهم. الوداد فريق كبير يبحث عن النتائج، يبحث عن النتائج السريعه اذا صح التعبير. نعم، ولكن البروفايل ديال عادل رمزي يعني انا بالنسبه لي، لانها ليش تختار عادل رمزي؟ تختار لانه المجموعه من الاعتبارات، لانه لما نجح عموته كمدرب وطني ونجح وليد الركراكي، لان البروفايل تقريبا تاع عادل رمزي تقريبا يشبه هذه البروفايلات. فكان بالنسبه للاداره تاع الوداد كان ذكاء في اختيار عادل رمزي، لانه مدرب طموح، مدرب اللي يلعب كره في اعلى مستوى، مدرب اللي كيعرف حتى بالنسبه على مستوى كره القدم الوطنيه يلعب في الكوكب المراكشي، وكيعرف حتى الاجواء يعني تاع كره القدم المغربيه، يعني سهوله الاندماج يعني في النسيج الكروي تاع يعني المغرب. فعادل رمزي جاته فرصه، وكنظن انه في الطريق الصحيح، لان حتى العمل اللي كيشتغل عليه، لان كتشوف الفريق والمنظومه الطريقه اللي كيلعب بها، وكيف يعني تتشوف الفريق يعني كيستحوذ، كيف انه يعني غير شويه من الوجه اللي كان السنه الفارطه. لان السنه الفارطه كانت كوارث، لان شفنا 4 مدربين، تخبطات في التشكيل، في اشياء كثيره. فكنظن ان هذا الموسم على اداره الوداد الاستقرار على عادل رمزي ومساعده عادل رمزي بالدعم بتاعه، لان يعني مسار ديال اي فريق دائما ما كيكونش مسار يعني تصاعدي، كيكون تصاعدي، وفي احيان كتجيك واحد كما كنقولوا حنايا واحد بعض الاحيان كتكون نزول. فهنا على الاداره حمايه عادل رمزي، لانه بالنسبه لنا ما بقاش غير مدرب يعني تاع الوداد، ولكن بالنسبه لنا ربح لكره القدم الوطنيه في ظل يعني المجهودات اللي كتقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه على اساس انها تعطي فرص للمدربين الوطنيين لتطوير يعني المستويات بتاعهم ومحاوله تطوير مساهمه في تطوير كره القدم الوطنيه. وكنظن ان عادل رمزي حيكون جزء من هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا ومشاهدينا الكرام في فيديو جديد. يحلم كل من الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي سان داونز الجنوب الإفريقي بدخول تاريخ بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم من أوسع أبوابه من خلال التتويج بلقب النسخة الأولى للمسابقة القارية. ويحل الوداد ضيفا على سان داونز غدا الأحد في إياب دور النهائي للبطولة الوليدة في مدينة بريطوريا الجنوب الإفريقية. ويمتلك الوداد الأمة أفضلية نسبية على منافسة بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف على نظيره الجنوب الإفريقي في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية. كما يطمح الوداد لإعادة البسمة مجددا لجماهيره التي شعرت بالإحباط عقب إخفاق الفريق في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال عندما خسر النهائي النسخة الماضية من المسابقة أمام الأهلي المصري. ويسعى الفريق المغربي لتجنب الخسارة على ملعب سان داونز في الأدوار الإقصائية بمختلف المسابقات الإفريقية للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل معه دون أهداف في إياب قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019 ليصعد إلى النهائي مستفيدا من فوزه بهدفين مقابل هدف ذهابا بالمغرب. وكرر الوداد ذات الأمر في آخر مواجهة جرت بينهما بجنوب إفريقيا.
يخوض فريق الوداد البيضاوي الفائز على ميلودي سانداونز الجنوب افريقي ب2-1 في ذهاب نهائي الدوري الافريقي لكرة القدم مباراة الإياب برغبة جامحة في تأكيد تقدمه ذهبا بالدار البيضاء وكتابة اسمه في سجلات هذه المسابقة التي تجمع أفضل فرق القارة. ورغم أفضلية الهدف يتعين على الفريق الأحمر تدبير المباراة بشكل جيد وتجنب أي مفاجأة غير سارة، خاصة وأن الخصم تمكن من تسجيل هدفا خارج أرضه. كما يتعين على الوداد استثمار خبرته في المنافسات الإفريقية للعودة باللقب من قلب بريطوريا، والتي تستضيف لقاء نهائي الإياب اليوم الأحد على الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت المغرب. وأكد مدرب الوداد الرياضي عادل رمزي يوم الجمعة في بريطوريا أن اللاعبين واثقون من قدرتهم على الفوز بالمباراة والتتويج بالدوري الإفريقي لكرة القدم. وقال رمزي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب إن الإمكانيات التقنية والخبرة التي يملكها اللاعبون تتيح لهم اللعب على أعلى المستويات في المسابقات الإفريقية. وأضاف: اللاعبون متحمسون ويعتزمون اللعب بنفس الإيقاع وبنفس روح مباراة الذهاب في مواجهة خصم يملك رؤية ويلعب كرة جميلة على المستوى الإفريقي. وعلاوة على الثقة يدخل الوداد والفائز 3 مرات بدوري أبطال إفريقيا النهائية وقد راكم تجربة كبيرة على المستوى الإفريقي. ويذكر أن الفائز بهذه المسابقة سيحصل على مبلغ 4 ملايين دولار، فيما سينال صاحب المركز الثاني 3 ملايين دولار، ويحصل المتأهلون إلى الدور نصف النهائي على 1.7 مليون دولار أمريكي.